لو جيت سألتك سؤال وقلتلك عمرك شفت دولة أو سمعت عن دولة ملهاش حاكم أو رئيس؟ هتقولي طبعا لأ. طب عمرك شفت دولة ما فيهاش قوانين بتحكم بين الناس؟ برضه هتقولي لأ. طب عمرك شفت دولة ما فيهاش لا وزراء ولا موظفين ولا عمال زراعة حتى ولا عمال صناعة؟ أكيد برضه لأ. أهو ده نفس الكلام ينطبق على طبقات المجتمع المصري القديم. يعني المجتمع المصري القديم زمان أيام الفراعنة كان بيتكون من 4 طبقات. الطبقة الأولى اللي هي بتضم فرعون وأسرته. يعني ايه الطبقة الأولى؟ يعني الطب في البلد اللي هو محدش يقدر يكسر له كلمة، ولا حد يقدر ان هو يقول له لأ، وكل الناس لازم تسمع كلامه وتنفذ أوامره. فرعون اللي هو حاكم مصر، أو الملك اللي بيحكم البلاد هو وأسرته. هو طبعا مفيش حد يعتبر فوقيه خالص. الطبقة التانية يعني الناس المهمة في المرتبة التانية من حيث الأهمية، يعني بعد فرعون في المرتبة التانية أو الطبقة التانية بيأتي الوزراء وكبار الكهنة. الكهنة دول اللي هم خدام المعبد، اللي هي المكان أو اللي هو المكان اللي الناس بتصلي فيه. والكتبة وحكام الأقاليم. حكام الأقاليم دول اللي هم المحافظين دلوقتي، اللي هو المحافظ يعني. الطبقة التالتة بعد الوزير والكهنة وحكام الأقاليم يأتوا صغار الموظفين والتجار وأصحاب الحرف المتميزون. أما بقى الطبقة الأخيرة اللي هم الطبقة الرابعة، يأتوا أقل ناس خالص اللي هم عمال الزراعة والحرفيون والرعاة. معكم مستر مصطفى حسني، مدرس مادة الدراسات الاجتماعية. إن شاء الله النهاردة هنشرح أول درس عندنا في التاريخ في أولى إعدادي، اللي هو الحياة الاجتماعية. بعد ما عرفنا ايه هي طبقات المجتمع المصري القديم وبتتكون من 4 طبقات، محتاجين نفهم او نعرف ايه هو مصطلح طبقة اجتماعية. طبقة اجتماعية معناها مجموعة من الافراد بتجمعهم صفات ومصالح واهداف مشتركة. يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني انت مثلا لو جيت بصيت معايا على الطبقة الثالثة اللي هي بتضم صغار الموظفين والتجار واصحاب الحرف المتميزون، هتفهم او هتعرف ان الناس دي كلها بتقبض تقريبا مرتب واحد. يعني نفس مستوى الغنى بتاعهم ونفس طريقة تقريبا التفكير والعقل اللي بيفكروا بيه، هم تقريبا مشتركة او هم واحدة. فدي معنى كلمة طبقة اجتماعية. محتاجين كمان نعرف يعني ايه معنى الحياة الاجتماعية. اي دولة في الدنيا او اي مجتمع في الدنيا بيكون ليه عادات وتقاليد. يعني احنا مثلا لينا طريقة اكل او طريقة لبس او طريقة حتى شرب مختلف خالص عن الاوروبيون وعن الامريكيين. احنا لينا حياتنا وهم ليهم حياتهم. احنا لينا عاداتنا وتقاليدنا وهم ليهم عاداتهم وتقاليدنا، اكيد مختلفين عن بعض تماما في حاجات كتيرة جدا. فالحياة الاجتماعية مجموعة العادات والتقاليد اللي بيتمسك بها كل افراد الشعب المصري، سواء في الملبس او المأكل او المشرب وغيرها. بعد كده النقطة التانية هنتكلم عن الأسرة. أي أسرة طبعا في الدنيا بتتكون من أب وأم وأبناء. الأب ليه حقوق وعليه واجبات، كذلك الأم ليها حقوق وعليها واجبات، برضو الأبناء ليها حقوق وعليها واجبات. تعال نتكلم عن رب الأسرة اللي هو الأب. طبعا الأب من ضمن وظائفه في الدنيا كلها إن هو لازم من ضمن واجباته يعني ان هو يرعى اسرته وحمايتها. اي اب في الدنيا محتاج ان هو يحمي اسرته ويرعاها ويصرف عليها ويوفر كل ما تحتاجه الاسرة بالانفاق. كمان بيحرص على اسعاد زوجته ولا ينازعها. ما ينفعش الأب يفضل يخانق في مراته عمال على بطال، لازم يسعدها. كمان لازم يعامل زوجته بكل رفق وحنان وطيبة وما يخانقهاش عمال على بطال. لازم كمان يساعد زوجته في المنزل إذا اقتضى الأمر. يعني ما فيش مانع يعني مثلا لو هو فاضي وأجازة من شغله النهاردة إن هو يساعد زوجته في بعض الأعمال البيت. أما من حقوقه إن هو ليه حق الطاعة والتقدير والاحترام من زوجته وأبنائه. لازم طبعا زوجته تطيعه وتحترمه، وطبعا أبنائه يطيعوه ويحترموه. ده من ضمن حقوق الأب. لو جينا اتكلمنا عن الأم، الأم طبعا كان ليها مكانة مهمة جدا في الأسرة. ليه؟ لأن طبعا ليها أو عليها واجبات. إيه هي واجبات الأم؟ أي أم في الدنيا مش في مصر بس، في العالم كله، إن هي طبعا بتشرف على بيتها، بتنظف البيت، بترتب البيت، بتشوف إيه الحاجات اللي مش موجودة في مكانها بترتبها وبتنظفه. أي أم في الدنيا بتعمل كده، فبتشرف على شؤون بيتها من تنظيف وترتيب وطهي. كمان الأم بتتولى تربية أبنائها، دي حاجة طبيعية، أي أم في الدنيا بتربي طبعا أبنائها. وكمان بتساعد زوجها في بعض الأعمال.
الأعمال. أما بقى بالنسبة لحقوق الأم لها حق الوراثة والشهادة والتعاقد والبيع والشراء. يعني إيه معنى الكلام ده؟ يعني مثلا الزوج أو الأب يعني لو توفى، الأم من حقها إن هي تورث فيه، كمان من حقها إن هي تبيع أو تشتري مثلا، أو أي ممتلكات عندها بتبيعها عادي جدا، وتشتري أي حاجة براحتها جدا. دي برضه من ضمن حقوق الأم. أما بالنسبة للأبناء فمن ضمن واجباتهم، يعني الحاجات المفروض ان هم يعملوها، ان هم يتفوقوا في دراستهم، وكمان يرعوا قبور سواء والدهم او والدتهم بعد وفاتهم، وكمان يحترموا ابوهم وامهم ومساعدتهم في بعض الاعمال. ده بالنسبة لواجبات الابناء. اما حقوق الابناء، من حقهم ان هم يتربوا احسن تربية ويتعلموا احسن تعليم، وكمان يتعلموا على آداب السلوك الحميد والأخلاق الحميدة، ويتعلموا كل العلوم المختلفة في المدرسة. ده بالنسبة للأسرة، سواء بالنسبة للأب أو الأم أو الأبناء. بعد كده هنتكلم عن المسكن والأساس. يعني المسكن والأساس أيام الفراعنة كان شكله كان عامل إزاي؟ عندنا ثلاث أنواع من المساكن زمان في مصر القديمة: مساكن العامة اللي هم الناس البسطاء الغلابة، ومساكن الأغنياء، وقصر فرعون. مساكن العامة تميزت بالبساطة، طبعا ناس بسطاء على قد حالهم، فطبعا لازم تكون شكلها بسيط. فكانت مبنية من الطوب اللبن. ايه هو الطوب اللبن ده؟ ده عبارة عن طين مجفف في الشمس، وبعد كده كان بيبنوا كوخ او بيت من الطين المجفف ده، وكان بيكون طبعا شكله بسيط عشان الناس على قد حالهم. وكان بيتكون من طابق واحد او طابقين، يعني اخرج دور او دورين بالكتير جدا، وحجرة واحدة أو حجرتين، يعني البيت جوه ما فيهوش غير أوضة أو أوضتين بالكتير. دي بالنسبة لمساكن العامة. مساكن الأغنياء طبعا هم أغنياء، فتميزت طبعا إن هي كانت متسعة وأحسن حالا بكتير جدا من مساكن العامة، وكان حواليها حدائق جميلة جدا، وكان الجدران الحيطان بتاعت مساكن الأغنياء فيها زخارف وفيها رسومات جميلة ونقوش مختلفة. أما طبعا بالنسبة لقصر فرعون اللي هو التوب في البلد، طبعا كان قصره بيتميز بالفخامة والاتساع. بعد كده هنتكلم عن الأساس اللي هو العفش، يعني بتاع البيوت بتاعتهم. تتكون طبعا من الأسرة. الأسرة اللي هي عبارة عن صناديق خشبية أو مقاعد خشبية بيقعدوا عليها، والوسائد اللي هي المخدات والمقاعد. والصناديق الخشبية عاملة زي الدواليب كده، بس عبارة عن صناديق بيحفظوا فيها ملابسهم. والموائد الترابيزات وأوعية الطعام والمياه. طبعا كل واحد او كل اسره بتختلف طبعا عن الاسره التانية حسب ظروف ايه، حسب ظروف معيشتهم. العنصر الرابع او الحاجة الرابعة اللي هنتكلم عليها الملابس والزينة. بالنسبة للملابس طبعا كل المصريين اكيد ملابسهم ما كانتش واحدة، حسب طبعا مستوى مادياتهم. يعني مثلا لما اجي اقول لك سؤال بما تفسر اختلفت ملابس المصريين في مصر القديمة، هتقولي بسبب اختلاف طبقات المجتمع. اكيد يعني طبقة العامة طبعا ملابسها اكيد مش زي طبقة الاغنياء، ملابسها مش زي طبقة طبعا فرعون. فكانت ملابس العامة مصنوعة من الكتان. الكتان طبعا اللي هو المادة الخشنة، تمام. فكانوا بيلبسوا من المادة دي، بيعملوا منها ملابس يعني، وكانوا بيلبسوها زمان اللي هم الناس البسطاء الغلابة. اما طبعا فرعون والاغنياء ما كانوش اكيد بيلبسوا من الكتان اللي هو المادة الخشنة دي، لا كانوا بيلبسوا من الحرير. بس مصر طبعا ما كانش فيها حرير، بس الحرير كنا بنستورده من بلاد فينيقيا اللي هي سوريا حاليا. كمان الحرير ده كان بيطرز بالذهب والفضة، يعني احيانا بيكون فيه قطع فضية وقطع ذهبية. بالنسبة للزينة طبعا المرأة كانت بتتحلى زمان بالزينة، فكانت بتستخدم العقود والأقراط اللي هي الحلقان والأساور والعطور والحنة والكحل والخواتم والأمشاط. بالنسبة للعادات والتقاليد الفراعنة زمان بالنسبة للطعام، في البداية خالص المصري القديم كان بيحب ياكل كده على الحصير. الحصير دي حاجة كده قبل السجاد زمان جدا، حاجة كده عبارة عن رقائق خشب كان الناس بتقعد عليها. وبعد كده اخترعوا بقى واتطوروا، قالك هنعمل حاجة اسمها موائد منخفضة، اللي هي عبارة عن ترابيزات بس صغيرة خالص، تمام، ونقعد برضه في الأرض. وبعد كده اتطوروا تاني، وبعد كده عملوا موائد مرتفعة زاد المقاعد اللي هي زي السفرة حاليا. وعرفوا طبعا نظام الثلاث وجبات اللي احنا كلنا عارفينهم، اللي هو طبعا الفطار والغداء والعشاء، وكانوا بيغسلوا ايديهم قبل الايه الاكل وبعد الاكل.
بالنسبة لآداب الزيارة، أي مصري طبعا حريص جدا إن هو قبل ما يخش أي بيت غريب لازم طبعا يستأذن ويخبط قبل ما يدخل. فالتزم المصري القديم بآداب الزيارة حيث لا يدخل البيوت إلا بعد أن يؤذن له. طب بالنسبة لوسائل التسلية والترفيه، هل حياة المصريين القدماء زمان أيام الفراعنة كلها كده جد في جد؟ مفيش هزار، مفيش لعب، مفيش ضحك، مفيش الكلام ده خالص؟ أكيد لأ طبعا. فلما اجي اقول لك دلل لم تكن حياة المصريين القدماء كلها جدا وكفاحا، هتقول لي اه ما كلها ما كانتش جد في جد، اكيد كان فيه هزار، كان فيه ضحك، كان فيه لعب، مش عارف ايه. فكانوا يلجؤون الى بعض الاساليب للترويح عن انفسهم. يعني ايه؟ يعني كانوا بيعملوا شوية حاجات كده بيرفهوا عن نفسهم، زي مثلا ان هم يصطادوا، زي ان هم مثلا يلعبوا شوية العاب رياضية، زي مثلا ان هم يغنوا، زي مثلا ان هم بيمارسوا الموسيقى. رياضة الصيد، كان المصريين بيصطادوا دايما الحمام والبط والأسماك والغزلان والأسود. وكانوا بيصطادوا بإيه؟ أدوات الصيد عندي عصا الرماية، عصاية كده، تمام، مثلا بيقوموا راميينها في الحيوان عشان يصطادوه، والشص اللي هي الصنارة والشباك. ده بالنسبة لرياضة الصيد. بالنسبة للألعاب الرياضية، كان كل فئة من الناس ليها ألعاب خاصة بيها. بالنسبة مثلا للرجالة، كانوا بيلعبوا لعبة اسمها التصويب على الكتل الخشبية، زي مثلا ما انت تمسك مسدس كده وتصوب على ايه، على حاجة معينة. وكانوا بيلعبوا مصارعة ومبارزة، ويرفعوا الأثقال، يشيلوا حديد يعني، والتحطيب. وكمان ألعاب بتعتمد على التفكير، عايزة طبعا حاجات عقلانية زي الايه، زي الشطرنج، وأظن الناس كلها عارفين الشطرنج. أما بالنسبة للنساء، ألعاب المرأة زي مثلا لعبة تقاذف الكرات، زي كرة طايرة كده. بالنسبة لألعاب الأطفال زي لعبة العصا والطوق، ولعبة إخفاء الوجه. أما الموسيقى والغناء، بالنسبة للموسيقى، المصريين عرفوا الموسيقى من زمان جدا، وكانوا بيستخدموا المزمار، اللي هي الحاجات اللي بتزمر دي، العصاية اللي بتزمر، والطبلة. بالنسبة للغناء، المصريين عرفوا الغناء. الغنى في مصر القديمة كان نوعين: فرديا طبعا معناها ان واحد يغني لوحده مع نفسه، والجماعيا طبعا مجموعة ناس بتغني مع بعضها. كانوا بيغنوا ايه هي موضوعات الغناء؟ غناءات طبعا وطنية او شعبية او دينية. اخر حاجة نتكلم عليها الاعياد والاحتفالات. المصريين القدماء كانوا بيحتفلون باعياد واحتفالات كتيرة مهمة جدا، زي مثلا لو جينا اتكلمنا عن الاعياد الاجتماعية زي عيد الربيع وعيد راس السنة. أما الأعياد الدينية زي عيد الإله آمون، والإله آمون ده كان إله كبير جدا كانت الناس بتعبده زمان أيام الفراعنة. أعياد سياسية زي عيد جلوس فرعون على العرش، يعني مثلا الملك اللي بيحكم البلد، اللي بيحكم مصر يعني، مثلا حكم وليكن مثلا في شهر إبريل، فكل شهر إبريل من كل سنة بيحتفلوا باليوم ده، إن بيفتكروا إن ده اليوم اللي إيه، اللي حكم فيه، أو أول يوم تولى العرش. والأعياد العسكرية زي عيد النصر، لما مثلا الجيش المصري بينتصر على الأعداء في معركة معينة، فبياخد اليوم ده من كل سنة بيحتفلوا بيه. كمان أعياد اقتصادية زي عيد الفيضان وعيد البذر وعيد الحصاد، والكلام ده طبعا اتكلمنا عليه في الترم الأولاني. وبكده نكون خلصنا أول درس عندنا في التاريخ اللي هو الحياة الاجتماعية. لو ما شفتش طبعا الدرس الأولاني عناصر المناخ، هتلاقي فيديو الدرس موجود عندك في الوصف تحت. ويا ريت كل الناس اللي بتتفرج على الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك وشير وتاج مع كل اصحابك، عشان الفيديو والدرس ده يوصل لأكبر عدد من طلبة أولى إعدادي. واستنونا إن شاء الله في الدروس اللي جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.